وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. استريح استريح استريح. انت منو؟ انت منو؟ قول لي انت منو؟ المفاجأة الحلوة. اشكرك. هي اكثر من مفاجأة الصراحة. يا سلام. يوم شفت الاعلان على الحساب. يا سلام. يعطيك الصحة والعافية. هذا اجباري اجباري هذا اللايف اجباري. يا سلام. اشكرك اشكرك اشكرك. يا سلام. عشه بطول 10 متر، العرض فيه 5 أو 6 متر تقريبا. مد البصر؟ يعني 30 متر من المتعة. الله يسلمك. 30 متر من أفخم أنواع البخارة. أشكرك والله. نبدأ يمين يسار. ما نبغي نجلس على الطاولة نضيع وقت. ها؟ راحتك مرة على لا بنبدأ من هني أول شيء. منو جاسم؟ جاسم المعمري. منو جاسم المعمري؟ منو؟ ابو سهيل. ونعم والله ونعم. وين قضيت الفترة اللي طافت كلها هذه؟ وين؟ غياب وحضور. كيف انت؟ انا غايب بس حاضر. انا عارف هالشيء. وين كنت قبل 7 سنوات؟ وين كنت؟ موجود ما رحت بعيد. لا بس متابع لكن شو لكن مو في الكار. يعني ابتعد. بعيد. اخر 5 سنوات انت مش موجود بصراحة. نعم. والمتابعين متأكدين من هالمعلومة، صح ابو احمد ولا لا؟ النور نورك يا ابو احمد. الله يسلمكم. منور جاسم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لك ابو يابر حي الله فايع زاير ماركة قوية في ساحة الهواية الإماراتية. ها من توصياتك يا ابو يابر، ما يحتاج. جاهز ان شاء الله يستمتعون ويانا وحياك الله. ان شاء الله. شو هالالوان؟ شو هالبربريز؟ شو هالماركة؟ ماركة يعني عشة. ها؟ قال ماركة. والله ماركة قوية الصراحة يعني. ما عليكم زود يا اخوان. أجمل تحية لجميع المتابعين. نبدأ. ما شاء الله. متابعين ما شاء الله نرحب فيهم كلهم. تواجدكم دعم ترى الحساب فايح. هي نعم. البخارة، ما هو البخارة؟ البخارة طير. زين. نتكلم عن تاريخه يعني بشكل سريع كذا. والله طير حمام البخارة، حالة من حالة طيور الزينة أو حمام الزينة. وبعرف يعني بتاريخه كامل من وين جاء وبخارست وغيره. لا تاريخ يعني الطير، وطور الطير يعني اللي يشوف البخارة قبل 40 سنة أو 50 سنة غير البخارة الحين حسب مواصفات. يا سلام. طبعا هذه الزيارة ما بتتكرر. لا ان شاء الله. لا بالعكس والله. يعني اللي بتشوفونه اليوم قبل قص هذا. صح ولا لا؟ هو طير شيء البفوطه والبخاره طير 3-4 شهور في السنه تشوفها نكمل، وباقي السنه مقصص. اللي يحب ينتج يعني ما شاء الله. اللي يحب يبيع يخلي الطير اعمى ترى ما يشوف. نفتح المحاكر كلها؟ نفتح كلنا عادي. نفتح كل المحاكر. اشكرك والله. اشكرك. يا سلام. اشرح لنا شويه. شو تبغى من الشرح؟ اشرح لنا. طير البخاره المواصفات موجوده يعني الحين النت حل لنا كل شيء. مواصفات في عندك المواصفات الاوروبيه، وفي عندك المواصفات الامريكيه، وفي عندك المواصفات الخليجيه. نعم. كل واحد وهواه. كل واحد يدور في الطير. نعم. لابد. شوف الجماليه في الطير. انا بغيت الصروه، انا بغيت الحجم، وهم بغيت الروز، وهم بغيت الشل. هاي 4 اساسيات في البخاره، لكن انا ما ادور على هالاشياء كلها. تدور على الشيء الكواليتي. لا. ادور على نوعيه الريش. اهم شيء عندي في الطير نوعيه الريش. وعليكم السلام. هلا ابو حمد منور. الله يحييك. يا سلام. نوعيه الريش عندي اهم شيء. نعم. ليش؟ اهم شيء عندي من حجم الطير، من روز الطير، من شل الطير، من فروال الطير. يا سلام. شو هالاشياء الحلوه. شو ما شاء الله هالطير جديد 2021 فل راب. اللي مربين بخارة اكثر شيء يعرفون الفول راب. شو يعني فول راب؟ فل راب اللي هو الشل ماله كامل نفس الدائره. بشكل بسيط. اوكي. يكون الشل داير على رقبته كامل، يسمونه الفراب. هذا طير بعده يعني عمره صغيره ما كمل السنه. عاده تحصله في الطيور الكبيره في العمر كمل الفراب. تطورت الهوايه بشكل كبير في الفتره الاخيره. جدا. عاصرت التغيير هذا ولا اختفيت شويه؟ والله معاصر بس عن بعد. ايه نفس التعليم عن بعد. ايوه. نفس كورونا عن بعد. كله عن بعد. عن بعد.
نتابع سواء جروبات سواء مواقع. انا ادري بك ومتاكد انك ياس تتابع، كنت الفتره اللي طافت كلها. حسابات الانستغرام، حسابات الفيسبوك بالنسبه للاجانب واخواننا. بس ما كانت الفتره الاخيره في زيارات عندك؟ قليل. يعني الحين صار لي 5 سنوات ما حد دخل علي. 5 سنوات تقريبا 5 سنوات، يعني هاي الزياره هي بعد 5 سنوات يعني ما حد دخل علي من مربيين الحمام. يمكن لان طير البخارة مو مرغوب وايد ومربيين قليلين. او يمكن هم يفكرون انه طير صعب جدا. هو صعب في الانتاج، صعب في التربيه، ويمكن يفكرون ان اسعاره غاليه. بعد الناس بس اسعار جاسم المعمري لا. اسعاره مش غاليه والله. نشجع حتى الادريب لو شاري مثلا ب1000 تبيع ب1000 والله. تدعم الهوايه. ندعم الهوايه، متاكد انا من هالنقطه. ندعم الهوايه ونبى مربيين اصلا للبخارة. ما في مربيين عندنا في الامارات عدد كبير. سوينا نادي، للاسف عدد اعضاء النادي بسيط، فرجعنا ضمينا نفسنا لنادي البحرين لان عددهم اكبر عنا. ومو معنى ذلك انه يعني ان نحن ما نقدر لا نقدر نسوي نادي، بس مربيين البخارة قليلين في الامارات، قليلين جدا جدا يعني اكيد على اصابع. اكيد وابو يابر يقول الفول راب يعتبر طبعا غلط المواصفات، لكن مرغوب لتطوير الالوان. صح كلامك اي نعم صح كلامك. كمواصفات صح بالضبط. انا قلت انا ما بتكلم عن مواصفات الطير، لان مواصفات الطير تعتمد على الشخص المربي والمعرض. اذا انت بتربي حق معرض ما تدور في الراس. ليش واحد من التعليقات يقول جاسم ضعفان يحب؟ لا ما يحب، هاي خلطه. خلطه بقولك معناها بعدين. شو سر البول هيد؟ شو هالاشياء الحلوه؟ ما في سر. كل الناس تبحث عن الوان فايع، الناس تبحث عن الوان، والبولد مرغوب في كل الطيور سواء اللونج او البخارة او اي طير ثاني. الوايت سايد والبولد يعني طلعوا لنا من فتره بسيطه، يعني من زمان الناس تربيهم. كانوا موجودات حكر على طيور معينه طبيعيه. يعني هي في الطبيعه لونها كذا، سحبوها على طيور شو المعارض. اكيد. فطبيعي اذا انت بتسحب لون بتختلف عندك المواصفات، مواصفات الطير. ولكن البولد بعد طوروه الاجانب صراحه. انا اقول لك يعني نحن عندنا اكثر طيورنا البولد جت من برا يعني ما. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منورين لايف العين، يا هلا وسهلا. السلومي يقول السلام عليكم. منور جاسم المعمري، غني عن التعريف، خبره واسعه في الهوايه، مربي متميز، منور لايف فاير. ما عليك زود، ما عليك زود. اليماحي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اليماحي يقول لك سلم على ابو سهيل وقول له بن سويدان يسلم عليك. الله يسلمه ويسلمك شيخ. فايع نبغي بلو بار، اذا شيء عنده بنطلع بلو بار حتى لو ما يبغي. ها في بلو بار اكيد في بلو بار. الحين طبعا في طيور حلوه ان شاء الله نجبرها انه هي ينزلها ان شاء الله. والله البلو بار انا كان عندي طير من الالوان كان عندي سيلفر بعد. بس الطير حجمه وايد كبير للاسف ما كان ينجح، فما كنت ابغى اغش في حد. شباب في الاردن كانوا طالبين يبونه. اوكي. غير انتاجي انا 2017 مو من النادر انك تحصل بلو بار في الطير يعني، لكن انا البلو بار والبلو تشيك عيال عم. تفضل. يا سلام. طير جميل. طير جميل الصراحه. سلم عليه وقول له بريم يحبك. الله يسلمك. يحبك وايد بريم. حبك ربك. الله يسلمك يا بريم. الله يسلمك. شو سر المحبه؟ والله المحبه من الله. هذه بعد طيور انتاج السنه. البلو تشيك والبلو تشيك والبلو بار ترى عيال عم. حجز لي عنده انت بلو بار وسعر عادي، سعر عادي. حاضرين. سعر عرض العيد. شوف هي في اللايف ينحرج هو. سبيشال اوفر ها حق العيد. في كود خصم؟ كود خصم فايع 10 دولار. كود خصم. طمحي يسلم عليك. الله يسلمك. حيا الله راشد. المحبه لانهم قاصين. هي والله صدق. بعد. هذا الدبسي يقول طلع الفضايح. اسهل رياضه في الامارات. يا سلام. اسهل رياضه في الامارات. انزين هذا شو؟ بلو بار. بلو بار ولا بلو تشيك؟ عفوا بلو تشيك. نعم يعني معناته في بلو بار بعد شوي. والله انا كنت عندي طير واحد لكن للاسف راح عن الطير 2016. يعني السعر اللي يبغيه يعني اوكي انثى، بس السعر العادي مو مشكله. موجود ان شاء الله. الازرق موجود. موجود. سيلفر بار كان عندي والبلو بار كان عندي، لكن الطير مواصفاته ضخم جدا، ما يلقح، اهدل، عاق جنحانه. طبعا ما هي المشكله اللي نواجهها نحن كمربيين. طير الاهدل الحجم كبير يهدل. اوكي. هذول كلهم بلو تشيكات انتاج السنه. ما شاء الله. يعني بلو تشيك
والبلو تشيك والبلو بار عيال عم ترى. نعم نعم لابد. اللهم النكشه ولكن اللون واحد. لو تلاحظ انهم دارك ترى، الطيور دارك مو بواضح اللون وايد، لكن الطيور شكات كلها شكات، يبين من الذيل، ذيل الطير يبين ازرق. يا سلام. كلهم شبابيات اعمارهم تحت السنه، انتاج السنه. تحت السنه. اعمارهم اقل عن سنه. 6 شهور 8 شهور. 6 شهور يعني ما يزيد عن سنه. يعني هاي بتبين فراويلهم، بتبين شلاتهم، بتبين روزاتهم. شو اسعار البلو تشيك الاناثي؟ ما في اسعار معينه حاطينها. ما في ها؟ ما حاط. يعني لانك انت يوم تحط سعر يعني معناته تعامل هي سلعه، انا اتعامل هي طير. اوكي. طير في مواصفات، الشخص اللي يرغب طير يشوف مواصفاته، ممكن غلط معين فولت معين ينقص من سعر الطير. طبعا. لكن في سعر النادي عندنا نحن والسعر العام، يعني لو انت تروح لاي مربي بخارة حول العالم الراوند، يعني الدماء اللي عندي انا بتكلم عن الدماء الموجوده عندي، 5 دماء عندي، ما اسعارهم معروفه يعني. في سؤال بالنسبه للبولهد في البخارة، مو غلط اذا الذيل مو ابيض، صحيح ولا لا؟ اذا ابيض بالنسبه للون ترى هذا الطير نظيف ولا لا؟ في كل الطيور مش في البخارة بس. شوف هني مثلا هني هذا الطير لو تلاحظ روزه بس هذه فوق شويه بس طبعا الحين لابسين فساتينهم، عرفوا عندهم سريع حفله. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. زين هذا الطير مثلا شوف ذيله، شوف ذيله، هذا الطير مباشر من النيل، هذا الطير مباشر من النيل. شوف الروز ماله مش نظيف. اوكي. انا بامكاني انتف الحمر واقول الروز نظيف. اوكي. الذيل ما في غير ريشه بيضاء. شوف ولداني انتجت منه الانتاج هذا ذكر. شوف نظافه شوف الفروال ابيض ما شاء الله، والروز ابيض والصدر ابيض، لونه نظيف. لكن المشكله اللي واجهتها وين؟ نفس الكلام في الذيل. اما الحين انت هو الفرق بين المسوبع شوف هني الذيل شوف احمر كامل، في الابو الرئيسي هناك ريشه بيضاء فيه. خلينا نشوف انتاج هذا الولد. انتاج الولد يعني هذاك بيكون الحفيد. ايوه اللي هي انثى السنه، اللي هي انتاج 2021. انت هي صورناها في بدايه اي نعم صورنا الجوله. شوف هالطيره، اذا هو اللي يتكلم عن الذيل، شوف ذيلها. ايوه ريشه بيضاء فيه، البياض موجود. شوف هني ابوها انظف عنها. شوف عدد السيوف اللي هي الجوادم. ايوه. واما انا اهم شيء عندي الصروال والذيل والصدر، اكثر عن عفوا الصروال والروز والصدر. ما شاء الله. انا اهم عندي دي اللي مبينه الطير بول. يعني الحفيده طلعت ما شاء الله شيء كبول هيد، كنظافه الروز او نظافه الصدر. ايه ليش سموه بول؟ هو اصلا بول شو يعني كلمه بول؟ بول نحن نستخدمها يوم لو تدخل تايبنج، عفوا في اسئله دائما تكون نازله مرغوب اكثر في البول هيد. شو الدلع شو شو يقصد بالدلعه؟ زين قصد شو اسمه الشل يمكن. اوكي يقصد الشل، هو فيها ارتفاع يعني قصده يمكن. هذه مواصفات الطير، عاد احنا ما نتكلم عن مواصفات الطير، عفوا نتكلم عن اللون. صفاوه صفاء اللون. فضيعني هذا صدق، انا كنت بتكلم ضيعني بسؤال. زين ما في مشكله. زين على العموم يعني البولد ترى صعب جدا في الطير هذا، ما بتحصل بولدات وايد، هو موجوده بس كمواصفات واحجام وطيور دماء. زين خلينا نتكلم عن الدماء. نوعيه الريشه انا لقيتها اكثر شيء عند راد طيور راد. الصروال عند نيل، حجم الجمجمه عند راد، الروزات عند دوشان، عند كرت زندل وطيوره وايد حلوه قويه جدا. هاي الخمس دماء اللي عندنا. وبعد عندي مال كلاوس، كم طير جبت من عند كلاوس بعد طيوره حلوه. والحمد لله ننتج والدماء ماشيه عندنا، ناخذ من هني روز، ناخذ من هني صروال، ناخذ من هني شل، ناخذ من هني حجم، نزول. تدور النقص في الطير تكمله في الطير الثاني عشان طيور المعرض، عشان تكمل طيرك للمعرض. كنت تقول شو يعني بول هيد؟ هي عفوا يوم تدخل تايبنج في الوورد تغير الخط يستوي بولد. يعني بروز اكثر او بروز. اي نعم.
فالبولد مثل الطبعه او الختمه، البولد بعد يسمونها. نعم. زين. فهي البولد يعني بولد في الراس. حتى هي فيهم تكتبها بالانجليزي ما تكتب بولد، حد يكتبها بليد الاعمى، حد يكتبها يعني كسبلنج، بس هي الطبعه. هي الطبعه معناته يعني ستامب البولد. فهو الراس. الصراحه تفضل. أسوأ مرحله مريت فيها في اخر 10 سنوات. أسوأ مرحله بالهوايه ولا برا الهوايه؟ في الهوايه. اذا بتروح شوي 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 جنب يعني الهوايه وترد ما في مشكله، اهم شيء احنا نعرف شو. والله الامراض لا بد منها. لا ما الحمد لله ما الامراض كلها خمس ست امراض الحمام كلها بكبرها. اوكي. بس الطيور وما في امراض وايد. سؤال صعب كان؟ لا مش صعب. كثر اللي هي طيور اللي ما فيها مواصفات ربحتنا. اللي ما فيها مواصفات يعني تنتج انت شاري مثلا. لا عفوا. يعني انت الحين تدور طير مثلا خلينا نقول دنش، عندك 10,000 طير في الامارات، يوم تجي تدور مواصفات الدنش بتحصل 100 طير. هاي اصعب شيء واجهته. فالواحد اللي بيصير يعني عجبه طير بيتخصص فيه. نحن غير الاجانب، ما ادري انا ليش انا ما امدح الاجانب يعني انهم احسن عنا، لا، ولكن الاجانب اذا ربوا يختارون مواصفات الطير كامله. هذا واحد. اثنين يختارون لون واحد. يعني انت الحين انا اعطيت مثال على الدنش، هو يربي دنش بتروح له بس عنده دنش اصفر، يلا قوم دور الدنش ابيض، انت خاطرك في يعني ما ادري وين كنا في المانيا سايرين 6 ساعات درب ندور ايس بيجن، يوم وصلنا هناك ايس بيجن العادي اللي مو مصرول، نحن ندور الايس بيجن المصرول. ايوه نبي صروال. نعم. تخيل يعني تروح 6 ساعات عند واحد يطلع لك برا على البيت يقول لك هاي الكواليتي اللي عندي، تبغى ما تبغى كيف. خلاص تخصص هذا. بس ما عندي غير هالطير. لون ونوع معين بس. انا تخصصت في يوم من الايام في مرحله من المراحل يوم كنت اربي ميكس وكل انواع الطيور والتجاره والشغله هذه اللي دخلنا فيها قبل فتره يعني. حبينا الشغله لان كان عدد الطيور بسيط، انت تستورد وتبيع، فكان تجاره حلوه. فبزنس. المالتيز لفيت يمكن في يوم واحد على 11 مربي في صربيا، مربي مالتيز. ادور واحد يربي الوان. ماشي. كل واحد لون. الواحد لون. يعني تروح لواحد يربي مالتيز اسود، تروح تربي لي مالتيز وبعد يعني بالمناسبه اكثر مربيين المالتيز في صربيا في العالم. هي ما شاء الله في العالم. واكثر مربيين الفرنش يمكن اللي يشتغلون بزنس التجاره وشي في رومانيا. رومانيا وبلغاريا ما شاء الله. بس الله يعين بعد الحرب الاوكرانيه وين يصيرون المربيين وتضيع طيور وايد. احلى مرحله تفضل في الهوايه واحلى شيء في الهوايه عندك؟ وجودك عندي. اشكرك والله. والله شوف هي الانسان مو بس في الحمام، يعني في اي شيء في مراحل حياته في مرحله الصعود للقمه. اوكي. زين. تحافظ على نفسك انت، يا اما انك تحافظ على نفسك في القمه او تصعد اعلى. اوكي. النزول صعب جدا. ففي مرحله الازدهار، يعني مرحله يمكن انا من 2009 ل 2000 او من 2008 ل 2014 احلى المراحل كانت عندي. شو كان فيها؟ شو تخللها هالمرحله هاي؟ مزادات الدوله. مزادات كانت عندنا 10 مزادات في الدوله لايف حيه من المحكر، كانت احلى مرحله. كان في اكتيفيشن يعني شيء حي قدامك. عندك 3 مزادات في الاسبوع، كان في ايفنت مو ملاحقين. فطيورك مخلصه، كم بتنزل؟ تنزل في ابو ظبي، تنزل في العين، تنزل في مقيويه، تنزل في راس الخيمه، تنزل. فكانت احلى مرحله. عدد المربي وكنا على قلب واحد، كنا ما الحين ما اتكلم انه في بغضاء بين المربيين، لا، بس كنا مجموعه كبيره وعلى قلب واحد وتشوفهم قدامك كلهم ولايف، وكانت من احلى المراحل. يعني ممكن تتكلم عن والله صراحه كلامك يعني كانت احلى مراحل صراحة. عين الصواب. وصاروا عندنا مربيين رب العالمين اختارهم، واللي ودر واللي ونحن مربيين الامارات او مربيين الخليج عموما كلنا صغار. فواحد يبدا مرحله العشرينات او ال18 يوصل لل30 يعني يعتبر شيبه في الهوايه، مربي كبير. زين. مكمل له 15 سنه يربي. فينشغل شو؟ فيدخل في خضم الحياه، من زواج، من بنيان الفيلا، من في يضطر انه شو يبعد عن الهوايه لما يخلص شو؟ التزاماته الحياتيه.
هاي بعد مرحله تراها من المراحل اللي خلت الناس يبتعدون عن الهوايه. الاجانب تخصص في نوع واحد، وهذا الشيء زين لعمليه التطوير مش تقلبات السوق والطلب. حلو. نعم. حلو. ابو احمد يقول محلو بالسيل، نريد نشوف طير ستاندر. وعليكم السلام يا تركي. وعليكم السلام ورحمه الله، منورين. حامد تسلم. الله يسلمك. شو غير بخارى يا ربي يسأله؟ الله يرحم ملك الأصفر ومزاد عوافي. والله الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. نعم الله يرحمه. هي والله نعم نعم. ومعروف بن عسكور. نعم الله يرحمه. تروح الجنة. ستاندر أنا تقريبا أتكلم عن طيوري 90% ستاندر. ما أمدح طيوري ترى الحين عشان لايف، لا أنا وايد أهتم بطير المعرض. أتكلم اللي يبى طير معرض. اتكلم ما اللي يبى بخاره كل مكان موجود، بتحصل كل الالوان حتى البلو بار بتحصل. بس اذا تبى طير معرض وتبى دم حياك الله عندي. هذا يا سلام كلام جميل الصراحه. اذا تتكلم عن طير ستاندر انت تتكلم عن مواصفات حجم الطير، مواصفات سروال الطير، روز الطير، عفوا روز الطير، شل الطير. طبعا المصطلحات انجليزيه وعربيه وترجموها الصدفه وترجموها. مستر حامد المنصوري تعرفه؟ يقول لك فايع سلم على الحب. الله يسلمك الله يسلمك. فايع نبغى نشوف الطيور كلها زين ان شاء الله. بلف ان شاء الله. ابو احمد يقول شيء سحور زين موجود. هادي يقول لك سلامي على الجميع الاخوان. فهود الخال يقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فايع شوي داخل بقوه. انزين الصراحه زين. اوكي غير انزين. وين وصلنا عن سؤال الصراحه ووقفنا عنها الصراحه. نعم. زين يقول نتكلم عن الستاندر. نعم. كلها ستاندر. الطيور كلها ستاندر اللي عندي. انا اهتم طير المعرض. انا عندي نوعيه الريش اهم، وبعدين اشتغل على الحجم، على الروز، على الشل، على الصروال. الطيور كلها ستاندر. هذا الطير اذا شفته برا بتاخذه؟ انا هي اذا ما كان عندك. لا اذا كنت ادور شيء معين. ترى انا اتكلم عن مربين بخارى ولا اتكلم عن المربي العادي اللي يربي حمام زينه عادي ويربي من هني ومن هني زوج من هني زوج. لا انا اتكلم عن مربي بخارى. انا يوم اطالع الطير اطالع شيء معين عندي نقص في عشتي. تكمل فيه. اكمل. فانا عندي نقص في الصروال. هذا الطير مثلا انا اشوفه لا صرواله عايبني انا بشيل هالطير. مثلا حجمه، نزوله، اهدل ولا لا، رافع جنحانه، الروز. انا ادور مواصفات. انا ممكن ادخل عندك 70 80 طير، تركيزي على طير واحد. بعطي مثال يمكن الرجال يسمعني اذا عندنا حد من دول الخليج. انا عجبني طير بول في البحرين وكان جاي من برا ويا دفعه فرنش. ما ادري ليش هالطير انا كنت ادور الروز حجم كبير والشل، حصلته في هالطير. الطير جاي من برا، ما اعرف منو مربيه، ما اعرف حتى الحيل اللي عليه خارجي، بس ما حتى هو ما يعرف لان الرجال تاجر. الرجال حد لي الطير صراحه يعني لايف ب 5000 درهم. اذا حد كان يسمعني من البحرين الطير بروحه ب 5000. اوكي. واحنا كنا في المعرض بنطلع من المعرض خلاص مروحين اخر يوم، قبلها بيوم نسوي زيارات مخلصين المعرض ب 5000. يعني لين انا بركب الطياره والدمعه بعيني ابى الطير ما طلع ينزل. اعطيته 4000 درهم ما رضى ينزل. 5000 حدنا 5000. انا عايبني الطير وممكن ادفع فيه الخمسه، بس ربيعي قال بتحصل غيره. وسبحان الله توفقت في طيور بولد الله يذكره بالخير. احمد الضبيب ما قصر في نار الكويت وطيور بولد حصلنا عنده بعد طيور حلوه والحمد لله. لكن ما بهتم. اذا بهتم انا بدخل الوان، بدخل الاصفر، بدخل الابيض مرغوب جدا في البخاره. لكن الحين ما اقنعني غير كازبر بس الطير الوحيد كازبر كابيض هو اللي اقنعني. اما باقي الطيور البيض اللي اشوفها عند الجماعه في طيور حلوه، في طيور معرض وتدخل المعرض وبالعكس تفوز ككلاسات، لكن ما اقتنعت منها. طبعا ما تركب الوان، ما تشتغل على الوان. لا شغال في الستاندر. بيضيع الستاندر اذا ركبت لون. نورك يا ابو شاب. عفوا ممكن اخذ ناس مشتغله مثلا ريديوس انا ما اهتميت فيه، او طير بايعينه الله يذكره بالخير بعد اذا يسمعنا او موجود ويانا عبد الرحمن الزبيدي. ونعم في طير قوي جدا من اقوى طيور الريديوس في الخليج اللي انباعت يعني، وانباع بمبلغ كبير يعني، بس هم ما اعلنوا عن الصفقه يعني. كانت لشباب من الاردن اتوقع قبل 3-4 شهور. باع طير ريديوس قوي. ما اهتميت بالريديوس ولا الاوبل، ما ركب لا اوبلات ولا ريديوس. ما مهتم باللون اكثر من الستاندر.
حلو. احب الطير بمواصفات بالدم. الدم عندي بعد مهم جدا. الدم نفس ما قلت لك انا دخلت دماء، بس اكثر طيوري دمهم راد من صغري. راد نعم صربيا. ويتواصل وياي بشكل يومي. يتواصل وياي بشكل يومي ويشوف الطيور. تفضل. زين نغير هناك شوي. يشوفونهم طير. طبعا هني فاصلة الحضان صح ولا لا؟ اطقم الحضان هاي. بعدنا الحين بادي موسم انتاج. ان شاء الله اذا لك زياره لي على العين وعلى الراس تشرفني بعد شهرين. طبعا الطيور بتكون قبيحه كلها مقصصات ولكن بتشوف الحضان. بعدني انا ما جبت الحضان، بعدني بركب الحضان، بعدني 20 جوز بيض غيرهم. هاي الطيور اللي تحت تشوفها استكات بعدها ما تركبت، في منها كبار في منها تتركب. بتتركب ولا بتطلع؟ لا بتتركب. بتتركب بتتركب او بتطلع عادي. هذا ما في عندي طير انا ما يطلع. الطير الشخص اللي راغب طير معين بس يجي قبل ما اقصص الطيور. خلاص انا بقصص الطيور. متى بتقصص الطيور؟ يمكن خلال هالاسبوع. خلال هالاسبوع يمكن الويكند الجاي، لان خلاص بدينا موسم انتاج. ابى اتكلم عن شيء ثاني. انا مسوي شهادات لكل طير. انا مسوي بلاد لاين لطيوري من 2015. بديت البلاد لاين لين اليوم. كل طير بعطيك اياه شهاده من امه من ابوه من يده لين 4 ايدود. يعني امه ابوه يده يدته يد يده يد يده يد يدته يد يده. شجره العائله. شجره العائله اللي هو بلاد لاين. شهاده مسوي لكل طير عندي موجوده. من 2016 وطالع. من 2016 وطالع. هاي الازواج الرئيسيه. طبعا الحين انا مركب بس انا بعدني ما قصصت. ليش؟ يمكن سبحان الله يطلع لي واحد يبى طير. تفضل. زين لا عادي. فاقول لك الطيور هذه الحين مثل ما انت شايف ركبناها. انا يعني مثلا هاي الطيور الحين مثل ما انت تشوف اللي هي الازواج الرئيسيه عندي. الازواج الرئيسيه انا مركبينها مو على عبثا يعني، لا. كل طير اول شيء اشوف البلاد لاين ماله. يعني مثلا هذا الطير الدن انت البلاد لاين مالها شو، من ابوها من امها، شو الالوان اللي حاملت لنا، حامله دايلوت ما حامله دايلوت، من اي طير طالعه، هذا اخوها ولا يقرب لها ولا ولد عمها. في البلاد لاين عندي يعني خلال 4 سنوات سويت بلاد لاين لكل طيوري. يعني تقدر تقول ان هالطيور الموجوده كلها بلاد لاين جاسم المعمري. هي مع ان انا اتكلم عن دم فيها دم 5 مربيين عالميين، لكن انا اقول جاسم المعمري. هاي طيور جاسم. والحيول اللي عليها تقريبا اقدر اقول لك 99% من الطيور كلها حيول. يمكن طيرين او 3 اللي مو مركب لها حجر، مركب لها حجر خارجي. في ناس تقول لك لا انا ابغى حجر خارجي، شو دراني انها طير مال مين؟ تعال بعطيك انا ابوه او يده بتقتنع. بتقتنع. براويك واحد يقول كأنهم ارانب. ارانب صح كلامه صح كلامه. الحجم والشكل في المشيه نفس الارنب صدقا نفس الارنب. فبتقتنع انت يوم انا براويك بقول لك روح اسالني ولا اسال راد وراجعه. راجعني الاوراق في الطير بيقول لك هذا الطير عندي من طيوري. انا مو من بصير انا اسجل ابو طير مو بلي انا مو بجايب لنا. بعطيك حيل الطير وراجع المربي اتصل في تليفون او بعطيك رقمه او واتسابه او فيسبوك او ايميل اتواصل ويا المربي يقول له هذا الطير انت بعته لجاسم واشتغل عليه. فهذا هو الموجود. تفضل اذا احد عنده اسئله من المتابعين او هذا. الدان الاحمر الاصفر اذا بعد ما صورت. شو تواجه صعوبات في تربيه البخاره غير موضوع الانتاج؟ الانتاج صعب. طير صعب في الانتاج، حاله من حال باقي الطيور اللي فيها شغل، لان طير حجم. في اصعب شيء نحن نواجهه في البخاره في الانتاج. انت قلت لي غير الانتاج، انا اتكلم عن الانتاج. ما في شيء صعب ثاني. قليل الامراض، هو ما تحس انه مريض الا يوم يمرض مول خلاص اخر مرحله توصل له. ليش؟ لان الطير كومه من الريش. نعم. الطير تحت ضعيف ترى كله ريش، كومه من الريش. فاذا مرض ما يبين عليه، مو مثل باقي الطيور تحصله ضعيفه تحصل، لا هذا ما يبين عليه. فلازم انت تشيل الطير بين فتره وفتره، تشوف وزنه خاف، تشوفها حركته بطيئه، عشان تعرف انه مريض. هذا ما ينعرف. هاي مشكله. في الانتاج الطير عشان يلقح، معظم مربيين البخاره، انا يمكن كنت متخصص في الببغاوات من فتره. ففي معلومه بنرد حق الحمام، في معلومه عن الكاسكو. وايد ناس يربون كاسكو يقول لك لا ما يلقح، في له حركه معينه تستوي طبتين يحطونها وعامودين عشان يلقح. فالبخاره نواجه احنا مشكله في المحكر اكثر. اللي يمكن انا صرت عند علي البحريني في المحكر عنده
شو مسوي حق البخاره متر بمتر. نفس الفرنش. احجام كبيره ما تلقح، تواجه مشكله في الصعود على الانتاج. يعني مثلا نحن شو سوينا؟ كل يوم الصبح انزل الطيور هنا الساحه عشان يلقحون. وتردن عقب. وارد. اوكي. في موسم لازم انزلهم من المحكار. في طير يلقح في المحكار يريح. وفي طير ما يلقح انت تتابع. وفي طير يلقح بيضه واحده. وفي طير ما تطلع منه في السنه الا فرخ واحد، مثل سبحان الله معينه اللي فيها احجام كبيره. قول لابو سهيل وين جابر؟ ما شفناه. جابر موجود هني حوض. موجود يعني. ها مو بهذا توه؟ هذا هو؟ موجود. هذا موجود. هذا الجندي المجهول. الجندي المجهول اللي ورا الشغل هذا كله. اي نعم. نعم. متابعه جابر يتابع لطيور بحكم عملي، يعني انا خارج الاماره. تعال. جابر يتابع لطيور. سلام نفرات. وما شاء الله عليه الحين بيكمل اكثر عن 15 سنه. ما شاء الله. خبره طبعا، مر على تقريبا حوالي 50 نوع او اكثر من فيعرف. هو بالعكس هو برات ينصحني باشياء. وعاصر الجيلين. إيه. يا سلام. نعم. شكرا. هذا زين. شو غير بعد تبى تقوله؟ والله انت سالتني عن البيع والشراء بالنسبه للطيور. اي واحد بيوصلني هني في محكري انا في مكاني، لا تفكروا جاسم يعني يقول لك لا نحن بنروح بخارة واسعار. خليه ويشوف له طيور فلطي. انا ما عندي شيء يعني. هم صح انه مثل عيالي غاليين علي، ولكن في النهايه اللي بيوصلك جاي يدور طير غير اللي جاي يشتري حق تجاره او شيء ثاني. فحياهم الله في اي وقت الباب مفتوح حقهم. اشكرك ما تقصر. الله يسلمك. طبعا هذا مثال على الطيور اللي موجوده، والبلو تشيك وغيره والاشياء هذه الثانيه. الاصفر صورت لهم. الاصفر ترى انا قليل بعد. الاصفر انا ما عندي غير حبه واحده. الاصفر. الاصفر ما عندي غير حبه واحده جالس اشتغل عليها بود من الطيور راد. طبعا الطيره هاي انتاجي لكن اساس راد. الاصفر ترى قليل بعد في البخاره كمستوى معرض. يشاركون في المعارض. ممتاز. جميله. على فكره احنا ما شلينا. اوكي. ما شلينا طير بس عشان يشوفون الطيور. عشان يشوفون الطيور حيشوفون غير هذا فراويل هذا. انزين. حلو. انزين. الميزه اللي فيها والله طير ستاندر كفروال كحجم، يعني بالنسبه للطيور الصفر ما شيء ترى قليل. حتى في المعرض يوم بتصير ينزلون دايلوت قصدي عفوا. عندنا في الامارات هني البحريني ما شاء الله عليهم مبدعين يعني في الالوان. الاصفر عندهم موجود لكن طير معرض صعب جدا. انا اتكلم بشكل عام يعني. انا حتى صرت عند مربيين وايد. طير الاصفر طير معرض صعب جدا. هو الذي صعب. نعم. تاسيسه صعب. يشتغلون عليه. شباب اللي عنده يلا نوصل فقرة الأسئلة. تفضل. شباب فقرة الأسئلة. أي أسئلة محرجة، أي سؤال في خاطرك في الحمام أو دون الحمام، حمام وغير الحمام، أي سؤال محرج. هري بعدين زين بعد بتوقفني عند الحمام يعني. لازم عند الحمام. زين. أي سؤال محرج. 67 شخص يمكن يجيك 67 سؤال. أنا مالي شغل. ما عندك مشكلة وقتي مفتوح. نعم. فنبدأ أول سؤال. تفضل. اسأله يبغي حظان. لا بالنسبة للحظان، حظان البخارة عموما نفس حظان الطيور كلها. حتى ما بتصدقون لو صور فايع تحت عندي باكستاني غر بخارة، لكن تدريب. أنا حظاناتي كلها موجودة. اريحها خلاص من انا اوقف انتاج اودي الحضانات المزرعه اهدها تسبح بالدريش ترتاح وارد اركبها مره ثانيه مده 6 شهور اللي هو البريدنج سيزون موسم الانتاج. شيء ليمون؟ نهيها. لا في بس مش عندي. اوكي. الامارات موجود الليمون اشتغلوا عليه والجماعه بدون ذكر اسماء اليوم يدورون ازرق يدورون حق الليمون حق اوكي. الليمون يدورون البلو وانا بعد اقول لهم انتجوا الليمون اول شيء تشيك وبعدين ردوا حق البلو حق البار يعني. لأن الموجود بار وموجود ومستوى طيب يعني مش مستوى معرض بس مستوى طيب. شيء بلو بار للبيع سؤال مرة ثانية غير شخص ثاني. بلو بار لا ما في شيء. لكن التشيكات موجودة حياهم التشيك والبار عيال عم. شيء للبيع أشياء طبعا قال قبل شوي قال إنه في شيء للبيع في أشياء وايدة للبيع. يشوف الطير مواصفات الطير دم الطير شهادة الطير فال الطير. شو الدمستك عمدي عسهم عادي؟ شو في دمستك ما ادري المهم ما فهمت السؤال مش واضح الا هذا. اليوم ما فيها. مو بناوي ترد تدخل طيور غير البخارة؟ نعم ناوي. مثل الطير المحبب لقلبك طير
فليك هيرز. شو هذا؟ الروسي. ايه احب الطير الروسي. ناوي ادخل ورد مره ثانيه الشيرازي بعد اللي هو اللاهوري، انا احب اللاهوري. سؤال متكرر يا المسافري. اوكي. شيء اوبل عند جاسم المعمري. لا ما احب ادخل الوان على البخار غير الالوان الاساسيه. الالوان الاساسيه دخلت البول. ناوي ادخل الابيض ان شاء الله. قلت لك انا ما اقتنعت غير من الابيض، بعد ناوي ادخله. بس الطير كاسبر ادور دم كاسبر اللي اذا حد يسمعني من مربين الخليج. اوكي زين. السؤال اللي بعده. تفضل. بعد ما وصلت الاسئله شكله في تاخر هذا. ما عليك سياخذ معك. اي سؤال بخاطركم شباب قبل ما نطلع؟ اي سؤال، اي استفسار، اي سؤال محرج؟ اللي يدور طيور ثالث ترى جايه في الطريق بيرجع. في وشيء من هناك من المزرعه طبعا. ناوي ادخل فرنش، ناوي ارد حق الفرنش. في طيور في المزرعه ان شاء الله بتوصل في القريب العاجل ان شاء الله. نعم. هذا الشخص صحيح قديم ايام مزادات السلومي. هو. نعم هو هذا هو ما غيره بس شوي كان شويه دبل بس شويه. الصور موجوده على فكره، عندي صور مزادات كلها. اللي يحب مزادات الامارات اللي كان سنقي، مزاد العبره من ايام ابو حمده، الشباب عيسى اللي يسمعوني، كل الصور عندي موجوده موثقه. تقريبا ما يقارب مال 4 سنوات او 5 سنوات مدخلها كلها بشكل اسبوعي، كل المزادات موثقه. ما عنده هومر ما ادري. هومر بعد ناوي بيوتي بس. السؤال فضل. الحلو. تفضل. بعدك تشرب اورنميسي؟ بعض الاحيان يوم اكون مزكم. ليش يعني؟ لان نسبه الفيتامين سي قويه جدا فيه. قل له وين الدرشات راحن؟ موجودات. انا صراحه كنسلت الدنش كله. يمكن ريال ما اتصل فيني، يمكن ويانا نتابع بعد، يدور دنش اسود. كنسلتهم كلهم بس شغال على الليمون ومستوى طيب. وين مكان المزرعه؟ موجوده. يوم بيتي بطرش. قلهم عادي. شمال درب الامل. السؤال ليش ضعفان؟ ضعفان اسوي رجل دايت. ليش ضعف كذي؟ ترى نفس السؤال. اوكي زين. مزاد عوافي. اوكي بالتوفيق ان شاء الله وياكم ان شاء الله. انا ما اتذكر اذا ما تذكرني كيف تذكرت ابو سهيل. اوكي ابو عمر هذا. زين اوكي. في معلومه قال ان الحضان فرخ البخار 60 يوم، صحيح ولا غلط؟ في معلومه قالوا ان حضان فرخ البخاره 60 يوم، قصده يمكن ان حضانه هي طبيعي كل الطيور شهر ونص لشهرين. مش البخاره بس، من شهر ونص لشهرين. حضوركم دعم، وجودكم اكبر دعم. نعم. الله يسلمك. كل صوره عندي افعل. الدبسي يقول لك كل الصور عنده. اكيد. لا انا عندي اكثر الدبسي. والمعروف انا اغطي اكثر عنه. والمعروف لا يعرف. اخوي فايع متى مزاد ان شاء الله قريب، الويكند او اللي قبل كم من يوم يعني ان شاء الله. فايع عطه فل حماس، خليه يرد على الطيور وينوع. حماس. ولا نصص ولا بس احنا من نطلع نحن خلاص. ان شاء الله. ان شاء الله تنوع ما اقدر، لكن 10 انواع ان شاء الله. اكثر ما اقدر. ابو حمد يقول الحب مخلينا شي ضعفان. لا صدق؟ لا وين الحب ينتهي ترى. بعد على حسب. الحب ينتهي. اوكي. البخاره من اهم الطيور في المعارض، بس لا اشوف من يهتمون فيه بالمعارض الفتره هذه. شو السبب؟ لا لعدد المربيين قليل. لا عندنا في الامارات، مو بالمعارض كلها في العالم، في الامارات يعني. حتى يوم صرنا نحن معارض البخاره مش كل المعارض فيها بخاره. اسألها فايع ما بتربي كرنجو؟ ابدا نهائيا. طيور الروسيه ما ابدا. مش معها. نبغى مقابله ويا وليد كنو. ابو احمد يستاهل. ابو احمد يستاهل. انزين مقابله، مطلوب مقابله ويا وليد كنو. شو موضوع وليد كنو؟ ليش ابو احمد؟ شو موضوع ابو احمد؟ عشان الكرنجو. هذا مربي كرنجو. اي سؤال يا شباب قبل ما نطلع؟ ايام قبل. اوكي ما شاء الله على اللي تحب طبعا اللون الملكي الاسود. انا لا اللي مركز على الاسود لانه اكثر طير نجحوا المربيين فيه في المواصفات. المواصفات تبى تسحب مواصفات البخار خذها من الاسود. في اي لون تبى خذها من الاسود، مو باي طير بعد عند مربي معين. قول له رد للدمستك، خل بن سويدان يستفيد من وراك. ان شاء الله الله راد وناوي على امريكي. شو من الالوان تحبها في الفريش؟ كل الالوان. واحب اكثر شيء البلو والابيض. البلو والابيض. طبعا عندك التوايجر التوايجر بعد حلوات، مش لون معين، بس اكثر شيء الاسود دائما ستاندر عالي فيها. البار والميني بار. ميني بار مستويات قويه جدا. عندي مربي في رومانيا انا ان شاء الله
بتواصل وياه وان شاء الله بنجيب الفرنش. وفي عندنا مربي قوي فرنش بعد ما بتكلم. خلا دس يبغى زياره. دس هذا يبغى زياره الحين ترى. رتبوا حاضرين ما في مشكله. قبل العيد وفرنشات ماله من بلغاريا قويه. شو تحب تقول للشباب؟ اشكركم على هالزياره اللي استانست وايد من 5 سنوات تقريبا ما حد دخل عندي. اليوم زياره مفاجاه من شخص عزيز وغالي. اشكرك والله ما عليك زود. وما شاء الله دعمه للهوايه قوي جدا. لي الشرف يعني والله. ما شاء الله الله يسلمك نحن لنا الشرف. دعمك قوي جدا للهوايه واستمر ونحن معك. حاضرين عفا عليك ومشكورين يا شباب وما قصرتوا، ونشوفكم ان شاء الله في زياره قريبه ان شاء الله لاحد مربين الطيور في دوله الامارات، وان شاء الله في الخليج ان شاء الله نحاول نغطي الفترات الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.